يلا بقى نسمي الله كده ونخش على أول سؤال عندنا في الهوم ورك بتاع lesson 2. هو هنتكلم فيه على النومنكليتشر. احنا في الأغلب كده إيه، تلاقي كل الأسئلة إن شاء الله عندنا سهلة وتخلص بسرعة. أول سؤال عندك على homologous series يقول لك which of the following compound belong to alkane homologous series. يعني أنت بالآخر كده بتدور على compound من دول يبقى عبارة عن alkane، ايثين، بروباين، بيوتان صح طبعا، ميثانول لا ده الكحول. Number 2 which homologous series has the general formula CnH2n plus 2؟ ده الألكان. ده سؤال مباشر جدا جدا جدا. طيب which homologous series contain triple bond؟ ده الالكاين، يبقى نختار نمبر سي الالكاين. طب نخش على الالكايل راديكال، يقول لك what is general formula for alkyl radical. كل دي اسئله كلها ويل نون معروفه بالنسبه لي. يعني انا كان عندي هنا ده ميثايل، سوري ده ميثين، لو هسميه ميثايل يبقى سي اتش 3. فلو ده سي ان اتش 2 ان بلس 2 فدي هتبقى سي ان اتش 2 ان بلس 1. حلو كده. طيب which of the following is an alkyl radical؟ ماشي هتبقى C3H7. عرفت منين؟ خد كل C واضربها في 2 على طول. C2 تضربها في 2 هتبقى CH4. لا ده كده الكين مش الكايل. لو انا عايزها الكايل لازم اعمل لها بلس 1 يبقى تبقى 5. طب هنا بص على ده 3 multiply by 2 ب 6 بلس 1 7 يبقى دي الصح. يبقى الرايت انسر عندي هي C. تعال نخش على كده question number 6. يقول لك which suffix is replaced by YL in the name of الالكايل radical؟ مين فيهم؟ الالكين. طب تشيل الان وتحط واي ال، يعني بدل ما هي بتبقى ميثين تبقى ميثايل. question number 7 يقول لك what is the alkyl radical corresponding to the alkane with الفورمولا دي. خلاص نقص منه اتشاي هتبقى C4H9. فين تبقى بي. حلو قوي الكلام ده كله. if the molecular mass of the following compound equal 128 جرام ماشي so the chemical formula of radical X. حلو قوي السؤال ده. جمع الباقي وشوف. انا عندي كام كربون؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7. فعندي هنا 7 كارب. طيب ال H عندي هتبقى كام؟ تعال نشوف. 3 ادي كده 4 وعليهم 3 كمان يبقى 7 8 9 وعندك هنا 9 و3 و3 يبقى 15. دي 15. حلو قوي الكلام ده كله. وخلي بالك انت اصلا لو حبيت تحسبها بالذكاء يعني هتبقى عارف ان دول كده ازاي. تعالى بص كده هتبقى C7 تضربها ملتبلاي باي 2 تبقى 14 بلس 1 تبقى 15. ما انت خلي بالك ما هو كل ده الكار راديكال، كل ده فيه راديكالز طالعه لبعضيهم اهو. طب بعيدا عن القصه دي تعال نبص ونحسبهم سوا كده. عندي ايه اللي حصل؟ هو انا عندي كده 7 كربون حلو ماشي بلس 15 هيدروجين من المتوقع بلس اكس. خلي بالك ما انا لسه عندي الاكس ما حسبتهاش. وزنهم 128 128 جرام. طيب يبقى 7 ملتبلاي باي 12 بلس 15 طبعا ملتبلاي باي 1 بلس الاكس تبقى ايكوال 128. بص انا ماشي معاك خطوه خطوه. طب بعد كده هتعمل ايه؟ تقول لي والله 7 multiply by 12 هتبقى 70 هتبقى 84 بلس 15 طبعا دي بلس اكس equal 128. انت شفت كالك على الكالكوليتر هتعرف تجيبها على طول، او يعني لو شلت دول مع بعض هتبقى كأنها 98. 9 وادي 8 وديها هناك بالنيجاتيف فانت اكس بالنسبة لي هتبقى بإيكوال 30 جرام. وصلت لدي حلها بقى زي ما بتحلها، او عايز تسهلها على نفسك. هي مستحيل تكون فيها كربونة واحدة. ليه مستحيل تكون فيها كربونة واحدة؟ لأن الكربون الواحدة ب 12. على الأقل على الأقل أنت محتاج 2 كربون. ليه؟ ما أنت محتاج 2 كربون يبقى 2 ملتبلاي باي 12 هتبقى ايكوال مش 14 يا رب، هتبقى ايكوال 24. يبقى فاضلك 6 جرام فأنت محتاج 6 اتش. لا مش فاهم بصراحة أنت عملت إيه، وحاسس إن أنا تهت في القصة دي. هقول لك واحدة واحدة تعالى كده نحسبها فوق شوية. أنا عندي سي ان بعد كده عندي اتش 2 ان بلس 1. المفروض إن وزنهم يساوي 30 جرام كلهم على بعض. كلام جميل. فانت الكربون الواحده ب 12 جرام فانت 12 ان ملتبلاي باي ان زي ما اتعلمنا المره اللي فاتت بلس 2 ان بلس 1 تبقى ايكوال ايه 30. وادي دي هناك بالنيجاتيف الناحيه التانية، يعني ودي دي هناك كده بالنيجاتيف الناحيه التانية على طول. هتلاقي عندك حاجه غريبه جدا ان ال 14 ان ايكوال 24.
9. المفروض دي بلس 2، هو عايز الالكايل هتلاقيها وصلت معاك كده. المهم هتلاقي ال N بالتقريب عندك 2 بوينت حاجة، فانت لما توصل لل N عندك هنا هتلاقيها equal 2. طب تعالى نحسبها. هتبقى C2 المفروض ان هي هتبقى C2H H6 لما تحولها الكايل راديكال هتبقى المفروض C2H5. تروح مختار دي على طول. حلو قوي كده. طب تعالى نخش على الايباك نيم بقى، ودي يعتبر اصعب حاجة عندي. ده يعتبر المين اصلا ليسون بالنسبة لي. The opposite figure show الكربون skeleton of hydrocarbon. ماشي. ميثايل اوكي. استنى عشان انا كده عملت حاجة. اوكي ماشي. تقريبا دي هتبقى 99 ولا 94 98. ومن هي هتطلع كده الحسبة في الآخر. تعال نبص على القصة دي. يقول لك الأوبزيت فيجر شورز كربون سكيلتون أوف أ هيدروكربون وات إز ذا إيباك نيم فولوينج كومباوند. ماشي. أنا بصراحة مستغرب مش فاهم في إيه. أنا الكومباوند غريب ورخم. قلت لك بص أنا هعملها مرة واحدة مش هعملها تاني. كل إند اعمل عندي نقطة، والطريق الرايح زي الطريق الراجع بالظبط. يعني تعال نوصل مثلا ما بين النقطة دي والنقطة دي. هتمشي لي كده 1 2 3 4. ماشي. لو وصلت ما بين النقطة دي والنقطة دي هتلاقيها 1 2 3 4 5. يبقى ال5 اكتر من ال4، يبقى لغينا القصة دي. يبقى ما بين الطريق ده والطريق ده كده ملغي بالنسبة لي خلاص. انا الطريق ده والطريق ده كده مش هعرف امشي فيه. انا بدور على اطول طريق عندي. طب يبقى انا مشيت هنا عندي ده 5. طب بعناية لو مشيت ما بين النقطة دي والنقطة دي 1 2 3 4 5 هي. يبقى الطريق ده والطريق ده واحد. طب ما تيجي نجرب الطريق التاني. تعال نجيب قلم لون تاني بقى كده ونجرب كده الطريق التاني. 1 2 3 4 5 6 7 8. عندي 8، ما عنديش اكبر منهم اعتقد. يعني سواء ده بالنسبه لي واحد، يعني سواء دي بالنسبه لي واحد. يعني لو مشيت كده هم 8، مشيت كده هم 8، فهي. طيب ما عنديش بس غير ان انا اجرب ما بين النقطه دي والنقطه دي. فهجرب كده 1 2 3. يعني 1 2 3 4 5 6. لا يبقى لقيت اكبر. خلاص يبقى انا كده استقريت على اللونجست ستريت تشين عندي. لو انا ما شفتهاش على طول من اول مره اقعد نقط كده وشوف لحد ما اجيب اكبر واحده. طيب تعالى نعمل لها كده المربع بتاعنا. كلام جميل قوي قوي كده لحد دلوقتي. ونرقم. مرة هنرقم بالأحمر، يعني مرة تعالى نرقم بالأخضر ده. تبقى 1 2 3 4 5 6 7 8. خلاص أنا كده كده عرفت أسميه هو أوكتيت. كلام جميل. تعالى مرة نرقم بالأحمر، مرة رقم بالأخضر. تعالى نرقم بالأخضر. هتلاقي دي رقم 3، هتلاقي دي رقم 4، هتلاقي دي رقم 5، هتلاقي دي رقم دي 5 كلها على بعضها، هتلاقي دي بعد كده رقم 7. طب لما تيجي تجمعهم على بعض هتلاقيهم equal 19. ماشي. طب انا عايز اجرب الرقم من الناحيه التانية. اعملها بلون تاني بالاحمر. ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 ادي 5 6 7 ادي 8. نمشي واحده واحده. تلاقي واحده هنا عند الكربون رقم 2 تبقى 2 بلس 4. جميل. بلس 5 بلس 6 هتلاقي ايكوال 17. يبقى انت كده مجبر تشتغل بالترقيم اللي باللون الاحمر على طول، مفيهاش كلام. طيب يبقى انت عندك كده رقمت باللون الاحمر. طيب ادي هنا في ميثايل، ادي هنا في ميثايل، ادي هنا في ميثايل، ادي هنا في ايثايل. حلو كده. طب الميثايلات، الايثايل كده كده تتكتب الاول. طب الايثايل هتبقى عند كربون رقم كام؟ هتبقى 4. شرطة ما بين الرقم والاسم ايثايل. شرطة تاني عشان هتكتب ارقام. طب هنا هتكتب ايه؟ اكتب بقى الارقام اللي بالاحمر. 2 5 6. شرطة تانية تراي ميثايل اوكتان. طب اروح ادور عليهم في الاجابات. هتلاقي الاجابة نمبر دي. الايباك ده عامل زي السواقه، زي السباحه، زي اي حاجه. كل ما انت ايدك شغاله فيها طول ما انت عمرك ما هتنساه. لو ايدك بعدت عنه شويه شكرا. طيب الايباك نيم فور ذا فولوينج كومباوند اللونجست تشين اهي.
هتبقى 1 كلورو بيوتان على طول. طب تعالى نبص الإيباك نيم بتاع الكومباوند ده. أنا حاسس الكومباوند ده مجعلص. تعالى نرسم، بس خلي بالك كل اللي بيترسم بعد قلت لك بيبقى تبع الكربونايل اللي قبله، يعني الاف هنا تبع الكربونايل اللي قبله. حلو كده. طب فدي هتبقى سي اتش هنا ماسكه في اتش، هنا ماسكه في البي ار، هنا ماسكه في السي ال، هنا ماسكه في اف واف واف. طيب لما بتيجي تدي للارقام هنا هتلاقي نفسك مدي هنا 3، دي واخده رقم 1 ودي 1 ودي 1. فليش هما نفس الاليمنت؟ لو كان عندك ده سي ال كنت هتديله رقم 1 عادي، بلاش التفرقه العنصريه دي. كل واحده فيهم تاخد رقم، يبقى 1 بلس 1 بلس 1 اهو، ودي واخده 2 ودي واخده 2، يبقى بلس 2 بلس 2، فهتبقى ايكوال كده 7. طب لو جيت رقمت بالعكس، تعال نرقم باللون الاخضر، فدي هتاخد 1 ودي هتاخد 1، بس دي هتاخد 2 ودي 2 ودي 2، يبقى 1 بلس 1 بلس 2 بلس 2 بلس 2 تبقى 6 7 8، تبقى ايكوال 8. لا خليك ماشي مع الترقيم الازرق. طب هو ايه الترقيم الازرق ده؟ تكتب بقى بالابجدي 2 برومو 2 كلورو 1 1 1 تراي فلورو ايثان اللي هي 2 كربون. يبقى الاجابه الصح هتبقى سي. طيب تعال نشوف الايباك نيم for the following compound is ايه. اتكلمنا في التنقيط، هنعمل نقطة هنا، هنعمل نقطة هنا، هنعمل نقطة هنا. تعال نعد 1 2 3 4 5، دي 5 ماشي. طب بس لو مشينا تاني 1 2 3 4 5 6، خد البعيدة خلاص، يبقى القريبة دي مش هتاخدها. يبقى اللونجست تشين هنا. كلام جميل. عد الكربونات، تبقى دي 1 تبقى دي 2 تبقى دي 3، يبقى خلاص يبقى انت عندك 3 ايسايل هيكسان. شكرا. طب ليه مش 4؟ عشان انت بتاخد دايما اللي يديني الرقم الاقل. طيب حلو قوي الكومباوند ده. ده كومباوند لذيذ جدا 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 جدا. اللونجست تشين اهي. هتقولي مش متخيلها قوي، هقول لك اعتبر ان دي طرف خيط ودي طرف خيط، لو شديته على طوله كده هتلاقي في واحده سي اتش 3 مدلدله من هنا وواحده سي اتش 3 مدلدله من الناحيه التانيه. بس كده، بس كده. يبقى بالبلدي كده اصلا تعالى نرقمه، هترقم دي 1 هترقم دي 2 هترقم دي 3 هترقم دي 4، رقمتها بالعكس مش فارقه. فهتبقى عندك 2 3 داي ميثايل بيوتين. حلو قوي. The pack name for CH3Cl. قلنا دايما دول هيبقوا على اللي قبلها. تعال نرسم الكربونال سنتر عندي، وتبقى هنا فيها CH3 ماشي، وهنا فيها CH3 ماشي، وهنا فيها CH3. طب وهنا فيها Cl. للوهلة الأولى أنت تحس إن هو كربونة واحدة مع 3 Cl، سوري مع 3 CH3، فأنت تقول لي إيه بيوتان عادي جدا زي الشاطر، أو تقول لي ميثان مثلا. هقول لك لا، ما أنت لما تيجي تفك ورسمته أهو، دي اللونجست تشين، فدي تبقى بروبان. تعالى نكتبها واحدة واحدة اهي، بروبان. يبقى انت عندك هنا على الكربون رقم 2، لان انت سواء رقمت من تحت او من فوق هتطلع 2، فتبقى 2 كلورو 2 ميثايل بروبان. حلو قوي كده. تعال نبص على الباك نيم فور ذا فولوينج كومباوند. ده حلو قوي. ده كومباوند لذيذ، ده من ضمن الكومباوندات اللي بتبين عندي اصلا انهي هي لونجست تشين. بص هي كل كسره بكربونه، كل كسره بكربونه، دي 1 2 3 4 5 6، دي اللونجست تشين. ايه ده؟ طب ليه ما اخترتش دي؟ لان انت لو بصيت عديت من اي حته في اي اتجاه، مره هتلاقيها 4 مره هتلاقيها، يعني لو عديت لفوق هتلاقيها 4، لو عديت بالجنب كده هتلاقيها 5. طيب يبقى انت هتختار وترقم من فوق. رقم من فوق عادي، ما رقمش ليه؟ هتبقى دي 1 هتبقى دي 2 تبقى دي 3، تبقى 3 ميثايل هيكسان. شكرا اهي. كل سؤال لازم توقف بايدك، كل سؤال لازم تحله، كل سؤال لازم لو ملعبك ترسمه عادي جدا. طيب تعالى نرسم دي. ادي اول واحده سي اتش 3 في امان الله ماسكه في سي اتش. طيب هي طبيعي ماسكه في كربونه بعدها مش مشكله. سي دي ناقص لها كام بوند؟ ناقص لها واحده، يبقى بتاعه البراكت اللي عليها. وخليك عامل حسابك ان انت طالما عندك سي اتش 3 فدايما دي راكبه في دي لوحدها، دايما دي راكبه في دي لوحدها، لان دي ميثايل جروب ما ينفعش تمسك غير ببوند واحده. فطالما ما ينفعش تمسك غير ببوند واحده، فما ينفعش تمسك عندي غير في كربون. ما ينفعش تمسك في النص، لان هي لو مسكت في كربون يمين كربون شمال بقى اسمها ميثايلين سي اتش 2. تعال نكمل. احنا كده بص، عايز بقى تبتدي تركه نفسك صغيره، كل اللي ترسمه اشطب عليه عشان ما تتلخبطش. بالرصاص طبعا عشان تبقى شايف الكومباوند يعني. فانا رسمت الكربونه دي اهي، لازق فيها سي ال ولازق فيها سي اتش 3. كلام جميل. يبقى اول حاجه لازق فيها سي اتش 3.
طيب ولازق فيها Cl برضو برافو. طب وبعدين فاضل لها واحدة C2H5 هتبقى CH2 CH3. حلو قوي كده. تعال نبص على اللونجست تشين. طب رقم من اللي تدي ارقام قليله، خلاص تبقى دي 1 تبقى دي 2 تبقى دي 3. ماشي. فهتبقى في الاول حاجه خالص 3 كلورو. 3 كلورو اهي. ودي 2 3 داي ميثايل بنتين. على الرغم ان انت كنت شايف الكومباوند معقد في الاول وفيه بص كربونات كتير وحاجات كتير، ولكن لما رسمته لا، انا الدنيا عندي سهله قوي، انا الدنيا عندي اسهل بكتير وتمام قوي كده. طيب تعالى نسمي الله ونخش على question number 17. The IUPAC name for the following compound is ايه؟ بص مبدئيا انا اللونجست تشين اهي. والمعلومياتنا شايف دي اسمها بنزين. هناخدها ان شاء الله بداية من lesson 6 و 7 هنبدأ نتكلم في السايكليك اصلا، فهناخدها. بس لو هي جاية فانكشن جروب او جاية برانش ما بتسميهاش بنزين، بتكتبها فينايل. حلو كده. فانا دلوقتي عندي 1 فينايل بيوتان ماشي، وعندي 2 3 دايكلور، يبقى هي دي على طول. دايما بترقم من الترقيم اللي يدي البرانشز هو العدد السمشن الأقل. سمشن الأقل. طيب تعال نبص على question 18. يقول لك what is the correct IUPAC name for ده واحد بقى من ضمن الأسئلة الحلوة أوي. لأن السؤال ده بيعتمد إن أنت شاطر. يعني إيه بيعتمد إن أنت شاطر؟ بيعتمد إن أنت عارف ترسم الكومباوند وبعدين سميه. يعني هو دلوقتي بيقول لك the correct IUPAC name for كذا، يعني معنى كده الاسم ده غلط أصلا. بس المطلوب إنك تعمله بالحرف الواحد. فتمسك هنا البنتان هتكتب 5 كربون. خلاص كتبنا البنتان. 4 و5 داي كلورو و2 برومو. عد من اي حته مش فارقه. ف2 برومو هتبقى هنا بي ار. طب و4 و5 هتبقى هنا سي ال وهتبقى هنا سي ال. وكمل اتشاتك بقى عادي. هتبقى هنا سي اتش 3 اصلها 3، هنا واحده سي اتش سي اتش 2 سي اتش سي اتش 2. مش ده اللي فارق لي. الفارق لي ان هو رقم غلط بنسبه كبيره، بيكون الترقيم غلط. فهو رقم المفروض يدي 1 يدي دي 2 يدي دي 3 يدي دي 4. حلو قوي اللون ده. يدي دي 5. ده انهي لون ده؟ حلو، انا اول مره استخدمه ده. فبالتالي هتبقى 1 2 داي كلورو 4 برومو بنتان. فين؟ يبقى الرايت انسر عندي هي دي. The APAC name for a saturated aliphatic open chain hydrocarbons that ماشي the molecule of it has 5 carbon atom and no methylene group. بص بقى الخلبوص لعبها لي لعبة وحشة أوي. أنت عندك كربون 5 كربون اتوم، فأنت المفروض تكتب 5 كربون. أدي 1 أدي 2 أدي 3. استنى أوسعها لكم شوية. أدي 1 كربون. أدي كده 2 وصل 3 وصل 4 وصل 5. لو جيت عملتها كده هتلاقي ان التلاتة كربون اللي في النص دول كلهم سي اتش 2. هو بيقول لي لا 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 يا حبيبي انا ما عنديش ولا ميثايلين جروب اصلا. فانا حليت لك اول واحده ليه، رحت شاطب على دي وجبتها فوقيها كده سي اتش 3. حلو كده كلام جميل. بس لما جيت عملت كده بصيت لقيت برضو ان دي عندي فيها ميثايلين جروب. فهو انت لو جبت دي تحتها ما هتبقى هي ايه، فرقتش كتير. هتضطر تجيب دي تحتيها هنا فهتبقى سي اتش 3. بص بقى زنقني ازاي. طب تعالى نكمل الاتشات. هتبقى دي سي اتش 3 ودي سي اتش 3 والتانية ما عندهاش اصلا. طب سميهولي بقى زي ما احنا لسه مسمين اللي قبله. كنا مختارين العمود اللي فوق ده فنختاره من على الجنب كده. يبقى 2 3 داي ميثايل ايه بروبين. تعالى بقى ايه نكمل اللي بعده. يقول لك the pack name of the following compound is كذا. is ايه is كذا. طيب لما تيجي تفك قلت لك لازم تفك دي، فدي هتبقى كأنها CH2 ماسكة فيه CH3. ونفس الفكرة في اللي تحت. لما تبص 1 2 3 4 5 لا صغننة، اختار دي. دي هتبقى 6 كربون، فبالنسبة لي ده هيبقى هيكسان. طب هنا الايثايل موجود على الكربون رقم كام؟ 3. يبقى 3 ايثايل هيكسان. اللي انا عملته ده يبقى 3 ايثايل هيكسان. طيب the correct opaque name يبقى ده غلط على طول. طب تعالى نرسم البيوتان. ادي سي ماسكه في سي ماسكه في سي ماسكه في سي. طب 2 3 داي ايثايل هتبقى هنا
CH2 CH3. طب وهنا هتبقى CH2 CH3. تعالى بس نكمل اتشاتنا. تبقى CH3 CH CH CH3. حلو قوي. التريك عندي هنا في ايه؟ هو طالما عامل دي غلط يبقى غلطان في الاختيار اللونجست تشين في الترقيم. الترقيم يا اللونجست تشين، هو مفيش غلطات عندنا اكتر من كده. طب تعال نختار. هيعمل المربع ده كده، اللاين ده كده، ده 4. طب والناحية التانية اختار اللاين ده كده، ده 4. هتقول لي لا، ما انا ممكن ابعد شوية. هقول لك هتبعد شوية ازاي؟ قول لي والله هختار كده 1 2 3 4 5. اقول لك حلو، اكتر يبقى لغت. طب بص بقى انا هعمل ايه؟ انا هروح للاكستريم. 1 2 3 4 5 6. مفيش اطول منها. طالما كده يبقى مفيش ايه اطول منها، بعلم عليها. طب ترقم من اليمين من الشمال، هتبقى دي 3 وهتبقى دي 4. يبقى 3 4 داي ميثايل هيكسين. شكرا كده. بص على question number 22. Which of the following compounds contain isopropyl group؟ حلو. الكلام ده يمكن انت اول مره ايه تسمعه. هي ايه الايزوبروبايل جروب دي؟ هي كربونه ماسكه هنا في CH3، ماسكه هنا في CH3. حلو قوي كده. ومكمله حياتها بقى عادي. يعني ده برانش، بدل ما هو بروبين عادي يبقى ايزوبروبايل. حلو، كلام جميل. طيب تعال نبص كده. مضطر ان حضرتك ترسم كل واحده فيهم وتشوف رسمتها عامله ازاي. بس بص تعال نرسم ده. انا شاكك في ده ليه؟ لان ده ميثايل، وميثايل موجوده في الكربونه الثانيه. فتعال نرسم البنتان الاول. هو عباره عن CH3. الكربونه دي اللي هيبقى نازل منها CH3، فدي هتبقى CH. وكمل بقى CH2 CH2 CH3. بص عندي كده، دي الايزوبروبايل جروب. ولما تيجي تسميه يبقى 2 ميثايل بنتين، يبقى الرايت انسر هي بي على طول. طيب write the APAC name for the following. تعالى نختار اللونجست تشين عندي. اعمل كورة هنا، هعمل كورة هنا. CL مش تبعنا، هعمل كورة هنا. تعال نختار 1 2 3 4 5. ماشي. بس هنا بص 1 2 هنا فوق، 3 4 5. حلو قوي كده. يبقى هي كده كده في الحالتين ما فرقتش. في الحالتين عندي بالنسبة لي أنا ما فرقتش. بس هو هنا الكومباوند بس فيه، هو بس مرسوم غلط. يعني هو معمولة كده رسمته غلط. هي مفيش هنا أولا دي CH2، ما تنفعش تبقى CH. سوري، ما ينفعش دي أصلا تبقى إيه، تبقى CH3 يعني. تمام كده. والكربون دي ناقصة بس H2. يعني هنا مزودين H هنا ومزودين H هنا، هنحط ال HI هنا الزيادة وال HI هنا الزيادة. بس هي التسمية بالنسبة لي هتبقى أحسن. فلو سميته كده سميته كده، اختار خليك في دي أسهل. هتبقى 3 كلورو 3 إيثايل بنتين. طيب تعال نبص على الكومباوند ده. سواء بص لو في كربونة عندها هنا CH3 CH3 مش فارقة، خد دي. طب تعالى عد الكربون كده. هنا 1 هنا 2 هنا 3. ما تروحش تقولي هنا 4. هنا 4 و5 و6، لأن دي 3 كربونات مفرودين. فده هيبقى هيكسين. طب لما نعد هتقولي والله سهلة. 3 برومو 2 ميثايل هيكسين. حلو. طب هيدروكربون was wrongly named، يعني هم سموه غلط 4 ايثايل بنتين. ماشي. what is the correct APAC name؟ طيب تعالى نكتبه. 1 2 3 4 5 ايثايل، يعني هنا في CH2 CH3. أظن من الواضح المشكلة فين. المشكلة هتبقى هنا. نختار دي اللونجست تشين عادي بقى. هنا طبعا دي هتبقى CH3، فهتبقى 6 مكان 5، فهتبقى هيكسي. طب والمثال هتبقى رقم 3، يبقى 3 ميثايل هيكسي. لأنك بتعد دايما من الرقم اللي يدي الكربونات العدد الأقل. طيب the alkane which has the right APAC name is ايه؟ المطلوب مننا كده ان احنا نرسم كل واحد فيهم، وبعدين نشوف مين فيهم
اللي ايه؟ اللي معمول غلط. طيب حلو قوي كده. بص كده، بس طبعا يعني ايه، شفتوا ايثايل بنتين ده غلط، احنا لسه شايفينه اصلا غلط اهو فوق. فور ايثايل بنتين زي 2 يعني بالنسبه لي، ما هي نفس التقسيم. بروبايل هيكسين لا، هيبقى في مشكله عندي في اللونجست تشين برضو نفس الفكره. تعال نبص عنده. في الاغلب بص على اللي عنده عدد كربونات صغيره عشان هي مفيهاش لعب. فالبروبين هيبقى CH3، طبعا دي هتبقى كربونة ودي هيبقى CH3. ف2 داي ميثايل، فهتبقى CH3 هنا وهتبقى CH3 هنا. اه فعلا ده هو الاسم الوحيد الصح. انما لما تجرب في كله كده بقى، خد هوم ورك لذيذ كده، صوره وابعتهم لي على الواتساب، اكتب لي كل واحدة فيهم واسمها الصح ايه وابعتهولي. طيب تعال نشوف 2 ميثايل بنتين has A ميثايلين and A ميثايل جروب. ماشي، ده مضطرين نرسمه. هتبقى C ماسكة في C، ماسكة في C، ماسكة في C، ماسكة في C. ماشي ماشي. 2 ميثايل يعني انت هتنزل من هنا CH3. طب تعال نكمل. تبقى CH3، دي هتبقى CH، هنا هتبقى CH2، دي هتبقى CH2، دي هتبقى CH3. هو انا بحط 2 و 3 على اي اساس؟ بص يا سيدي، للمرة الأخيرة هنقولهم. بص على الكربونة دي كده، هي ماسكة هنا ببوند، ماسكة هنا ببوند، تبقى ماسكة باتنين، ناقص لها كام؟ اتنين، حطهم اتشات. طيب بص بقى، عندي كام ميثايل جروب؟ ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة. عندي كام ميثايلين جروب؟ ادي واحد اتنين، يبقى 2 و 3. وتعالى ناخد question number 27. A hydrocarbon with continuous A chain and it's one of the isomers of 3-ethyl 2-methyl hexane. يبقى محتاج ترسمه. C، ادي الستة. 2-methyl هنا هتبقى CH3 وهنا هتبقى CH 3-ethyl CH2 CH. كمل اتشاتك. هو عاوز ايه؟ continuous chain يعني هتفردهم. طب ده كام كربونة؟ واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. لما تفردهم هيبقى continuous chain، هيبقى نونان. طيب تعال نشوف اللي بعد. what is the mass percentage of bromine in ethyl bromide؟ طيب ده هيبقى CH3 CH2 Br، يعني يبقى C2H5 Br، يعني يبقى 12 multiply by 2 اللي هو وزن الكربون plus 5 وزن الهيدروجين plus 80. هيبقى 109 تقريبا. طب الماس برسنتج عندي تبقى 80 وزن البرومين على 109 تقريبا تطلع 80.4. طيب تعالى بص كده على possible structure formula for the molecular formula C6H14 is A. يعني هو بالبلدي كده عايزك تشوف الايزومرز بتوعه. خلاص بقى احنا دي حافظينها كده، هي 5 على طول. طيب all of the following are isomers of 2,2,4 ترايميثايل بنتان except ايه؟ حلو قوي ده. تعالى برضو نشوف ونعد. بص يا حبيبي، هديك توت صغير قوي تشوف في كلمة الايزومر دي طالما هو جايبها لك من غير رسم. حلو قوي قوي السؤال ده، هيفتح في دماغنا طرق جديد وطرق لذيذة قوي نحل بيها فكرة الايزومرز دي بمنتهى السهولة. هو انا دلوقتي عندي ايزومرز، الايزومرز في الالكان سهلة، مجرد بس انك بتغير بوزيشنز بتاع الكربون. طب عد، عندي 2 2 4 يعني تراي مثال، يعني عندي هنا في سي 3 على طول. طب بنتان سي 5، جمعهم على بعض يبقى انت عندك حاجه فيها سي 5 اتش 12. خلاص كده. سوري، ايه اللي انا كتبته ده؟ سي 8 هتبقى الاثنين مع بعض، هتبقى سي 8 اتش، هتبقى اتش 18. حلو قوي كده. طيب مين عندك فيه سي 8؟ اوكتان طبعا. طب هكسان ده 6، ايثايل ده 2، يبقى دي 8 صح.
طب داي ميثايل يبقى دي كربونتين، بنتان يبقوا 5، يبقى مستحيل يبقى دي الايزومر بتاعتها. طب داي ميثايل هكسان صح، من غير ما ارسم، من غير ما اوجع قلبي، من غير ما اوجع دماغي، دي الرايت انسر هي سي على طول من غير ما تفكر. طيب the possible structural formula في الكان with a molecular weight بتاعه 72 جرام بير مول. تعال نبص كده واحدة واحدة، مين هو عندي 72 جرام بير مول؟ كنا حاسبينها قبل كده، تعال نجرب نحسبها سوا. كل مرة هتلاقيني بمشي لك بيها لحد ما تحفظهم. قلنا الفورمولا عندي عشان احسب اي الكان هو مديني الويت بتاعه هتبقى 12n بلس 2n بلس 2. كلام جميل. تبقى equal 72، وادي دي هناك الناحية التانية بالماينس هتبقى 14n equal 70 على طول. طب يبقى ال n equal 5، يبقى ده C5H12. ماشي. طيب وطالما C5 يبقى عنده 3 ايزومرز. طيب the possible structural formula بتاعت ال C3H7Br كنا حلينا قبل كده، بس انا هسهلها عليك وهنجيب اللون تاني. تعالى كده واحنا مع بعض في الشرح، قلنا هنجيب البي ار هنا في مرة وهنوديه هنا في المرة التانية. طب توديهولي هنا في المرة التالتة، هقولك لا ما هي دي زي دي، يبقى انا اصلا اوريدي ما عنديش غير ايزومر 2 بس. طب لو كان بدأها لي بسي 4 يبقى انت كده زودت كربونه زياده، مره هتجيب البي ار هنا بقى، مره هتجيب البي ار هنا، هيبقوا زي بعضيهم. بس خلي بالك ان انت اصلا ممكن تلعب لعبه كمان ان انت تودي السي هنا، فانت كده دخلت ايزومر على ايزومر، يعني مره لعبت في السي مره لعبت في الايه في الهالوجنز. المهم خلينا في السهله، هتبقى 2. لو هي صعبه برضه هنرسمها ازاي؟ زي اللي بعديها كده على طول. يبقى the possible structural formula، عايزك تقعد تجرب في ايدك فيها، وابعت لي كل صور الايزومرز برضه ستيل على الواتساب، وانا هقول لك ان الحل بتاعنا هو سي. انت مره هتلعب في الايه في البي ار، وتعالى برضو نحاول يعني ايه يرضى عشان نبقى عملناها مع بعض. مره هتخلي البي ار هنا والبي ار هنا، هعملها لك بالقلم الاحمر. ادي اول مره تخلي لي البي ار هنا والبي ار هنا، ادي مره هي زي دي، يعني دي زي دي مش فارقه كتير اهي. طب وتاني مره انقل لي واحده تبقى هنا، يبقى في واحده هنا وواحده هنا، يبقى خلاص شلت، يبقى دي تاني مره اهي. طب والتالتة وديها لي هنا، يبقى المره التالتة بقت هنا. طب والرابعه ودي لي الاتنين هنا، يبقى اهي ادي كربون وادي كربون وادي كربون. لو كده تبقى واحد. طب لو جمعتهم على بعض تبقى اتنين. طب نقلت واحدة فيهم هنا تبقى تلاتة، وديت التانية هنا تبقى أربعة. ارسم بإيدك وأنا معاك على الواتساب، بعتها لي على طول. The right APAC name for one of the isomers of the molecule ماشي C4H9Cl. ماشي يا سيدي، تعال نعد كده ونشوف. تعال نرسمها. هي دي ادي سي وادي سي وادي سي وادي سي، دي اللي انا كنت بقول لك عليها. لما تيجي تحطها، حطيت السي ال هنا فتبقى 1 كلور، حطيتها هنا تبقى 2 كلورو لان انا بعد من الناحيه دي. حطيتها هنا اوعى زي الهبل تقول لي 3 كلورو لان ساعتها هتعد من الناحيه دي. طيب يبقى انا ما عنديش غير 1 و2 كلورو بيوتان، يبقى دي كده ابسوليوتلي غلط. طب لما تيجي تعد بقى، هو كده مديك ايه بروبان، فهو قال لك لا يا حبيب قلبي انا عايزك تشيل دي وترزعها لي مثلا هنا، او يعني عشان تحديدا للسهم ونسهلها علينا في الرسم هترزعها لي هنا فوق، فهتبقى هنا هي السي اتش 3. كلام جميل. وده بالنسبه لي بقى بروبان. طب احط السي ال فين؟ ما انت عندك اي اوبشن، حطيتها هنا او حطيتها هنا هي كده كده هتبقى تاخد 1، لانك مره هترقم من هنا ومره هترقم من هنا، فتبقى 1 كلورو 2 ميثايل بروبين. طب لو حطيتها هنا هتبقى 2 كلورو 2 ميثايل بروبين، انما 1 ميثايل بروبين و3 ميثايل بروبين، يبقى انت حطيت السي اتش 3 هنا والسي اتش 3 هنا، بقت اصلا بيوتين لان بقت لونج تشين عندي مختلفه، فما عنديش اوبشن غير ده. نبدا بقى في الاسئله اللذيذه. شايف ده يقول لك ماتشنج، تعال نوصل. ولما تيجي نوصل يبقى انا كده اول حاجه محتاج اني اشوف انهي فيهم اللونجست تشين واسميهم. تعال نسميهم كده بسم الله، تعال نسمي الله كده ونسمي. تعال نسمي ده كده، بص شايف دي شايف دي، طالما دول مختلفين يبقى لازم واحده فيهم تكسب. مش فاهم.
تعال نبص على الناحيه دي وانا هشرح لك. انا دي سي اتش 3 ودي سي اتش 3، طبعا دي مستحيل تختار الثلاثه كربون لان عندي كتير قوي على قدام. فابتديت تمشي كده تمام، ابتديت تطلع كده تمام، بس خليك في السلكه اسهل. يبقى خليك في السلكه دايما اسهل. فاحنا هنسال نفسنا نمشي بالطويله، ادي 1 2 3. لو رحت كده 4، لو كملت كده 5 6. حلو، كلام جميل. فكده كده هتبقى اللونجست تشين 6. تعالى بقى، احنا دايما بنقول معلومه زياده كل مره، ادي مره كده وادي مره كده. طبعا مش هتمشي بدي، غلط. طب ونمسح ونشوف، دي 1 2 ودي 1 2، فدي ودي مش فارقه، فخليك في السلك، خليك في الستريت دايما. يبقى طالما دي ودي مش فارقه يبقى الغي النقطه دي خالص، دي تلغيها وابدا من هنا. يعني طالما انا عندي النقطه زي النقطه دي ودي وزي النقطه دي ودي، الغي لي دي والغي لي دي، لان هما كده كده الاتنين بالنسبه لي في نفس الطريق واحد. حلو قوي الكلام ده. فتعالى خد اللونجست تشين هنا، هتبقى دي. وتعالى نعد، ادي 1 2 3 4 5. غير اللون وعد معايا. ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 ادي 5. فدي بالنسبة لي هتبقى 2 3 داي ميثايل. وكم كربون؟ 5. تبقى بنتين. طب تروح كده تختارها تبقى نمبر سي. حط جنب دي 1 وحط جنب دي كده سي. وتعالى نشوف اللي بعدها. نرجع تاني للون، خلينا ماشيين باللون الازرق. اختار كده، هتبقى دي اطول تشين عندي. ليه؟ عد. طب وتعالى رقم، ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 ادي 5. لو كملت هنا 6 و7، لا بص كده، ادي 6 7 8. طيب يبقى انت مش هتكمل تحت. تعال نختار اللون الاحمر. انا عايز اجيب لون احمر وعايز ارفع بقى الخط شويه عشان نعرف نكتب. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8. اللي باللون الازرق الفانكشن جروب في 2 و5 و7 تبقى ايكوال 14. طب الثانيه اللي بالاحمر 2 و4 و7، 2 بلس 4 بلس 7 من غير ما تجمع، يعني هما رقمين شبه بعض، الواحد مختلف كده، فرقم بالاحمر. رقم بالاحمر. طب انا عندي ميثايل وايثايل، لا يبقى انا هكتب هكتب مين؟ الايثايل الاول. فهتبقى 4 ايثايل، اوعى تنسى الشرطه دي. وبعدين هتبقى 2 7 داي ميثايل. طب ودي 8 تبقى اوكتين. يبقى دي نمبر 2. ترجع هنا وتكتب لي مثلا، اكتب هنا بقى جنبيها سي، تكتب هنا دي جنبيها بي. طب تعال نحل اللي بعدها. دي لذيذة جدا. خلي بالك انت هتحط نقطة هنا تبدأ منها ونقطة هنا. مختلفين؟ خد الكبيرة والغي الصغيرة. نفس الفكرة. شايف دي؟ بص انا بسهل عليك الترقيم والتسمية ازاي. لونجست تشين اخر اتنين بره، دي مختلفة عن دي، ارمي الصغيرة على طول. لو شبه بعض خد السلك. يبقى خلاص شكرا. مفيش اسهل من كده لونجست تشين. طب هنا 1 2 3 4 5 6 7 و8. دول 8 عشان بتفك باتنين. طب عد من العكس، هتبقى 1 2، هتبقى دي 3 برضو، هتبقى دي 6، فمش فارقة معايا. فهتبقى 3 و6 داي ميثايل. ايه بقى؟ اوكتين. 3 6 داي ميثايل اوكتين عشان هي فيها 6. طب نبص هنا، هتبقى دي 3. نبص هنا اكتب جنبها كده هتبقى دي. تعالى بس ننزل شوية عشان تشوف معايا. ماشي حلو. هنا بقى بدأنا نلعبك حاجات كتيرة في النص، خليك في الكبير. طالما هي كلها وحيد يبقى كل واحدة هتغطي على التانية. سر هنا في الترقيم 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى خدت ارقام 4 بلس 4. هتقول لي ايه ده، هي مش 4 واحده؟ هقول لك لا، ما هي دي هتاخد 4 ودي هتاخد 4. بلس 5 ماشي، بلس 6. طيب دول كده هتلاقيهم عندك 11 و 8 يبقوا 19. تعال نرقم كده، نغير بقى، نجيب القلم مثلا الاخضر ونرقم تاني. ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 ادي 5 6 ادي 7 ادي 8. يبقى دي خدت 3 ماشي، وبلس 4 ماشي، بلس 5 بلس 5 يبقى خدت 17. يبقى خليك في الاخضر، الاخضر الاقل. طب هما 8 يبقى اوكتان. بس اكتب كده 3 4 5
كوما 5 شرطة تترا يعني 4 تترا ميثايل اوكتين. طب ابص كده ادور عليها هتبقى يبقى دي بالنسبة لي مفيش ألذ ولا أسهل من كده. تعالى بقى نخش على الأسئلة اللي بجد بقى. write the IUPAC name. بص يا سيدي النقطة دي برانش، وهنا أنا بدور على آخر الأطراف عندي دي ودي ودي. طالما التلاتة شبه بعض يعني دي شبه دي شبه دي، مش فارقة كأن دي ودي خلاص برانش أنا مش شايفهم، يبقى دي اللونجست تشين عندي. تاني بنقط وأقرر هنعد نعد من الصغيرة بقى، خلاص أنا كبرت وعرفت. فهتبقى 4 كلورو 2 شرطة داي ميثايل. طب دي كام كربونة؟ 1 2 3 4 5 6 هيكسين. ممتاز. طيب دي الحمد لله ما فيهاش اي كربونات على البرانشز. خلاص تعالى نرقم كده. طب هترقم رقم من اليمين عشان تديك القليل. 1 2 3 4 5 6. احترم الترتيب الابجدي، احترم الالفابيتيكال اوردر. فاحنا قلنا هنسميها 3 شرطة برومو شرطة 2 شرطة كلورو شرطة 4 شرطة نايترو. وده كام كربونة؟ 6 تبقى هيكسين. كلام لذيذ كلام جميل. دي خلاص بقى سهلة، دي هتبقى 2 داي كلورو 4 بيوتين. طب حلو قوي كده. بص بقى هنا بقى دي الترك. الكربونة دي الأخيرة عندها ديل هنا وعندها ديل هنا، مين الأكبر؟ ده الأكبر، يبقى تكنسل دي تخليها خلاص برانش وتاخد اللونجست تشين كده على طول. طب لما أعد تبقى 1 2 هنا 3 4 تبقى دي 5. خلاص بقى أنا بقيت عبقري، هعد بسرعة. تبقى دي في 2 وهتبقى دي 4 على طول. حلو قوي كده. يبقى ساعتها هتقول ايه؟ هتقول لي والله هي 2 كلورو شرطة 4 شرطة ميثايل. طب دول كام كربونة؟ 6 هيكسين. اخر واحد بقى ده سهل خلاص، هي نفس التركة بالظبط. تبص على الديل هتلاقي ديل هنا اخير وديل هنا اخير، هما زي بعض. اختار اي واحد بس خليك في السالك، خليك دايما سالك. يبقى خلاص 2 ميثايل بيوتين. اسهل من كده في اختيار اللونجست تشين مش هتلاقي. حلو كده. تعال نبص واحدة واحدة مع بعض بقى. لا ده بقى كده ده عكت خالص، دي عكت خالص خالص يعني. بص يا سيدي، بص على الكربونه دايما اللي طالع منها ديول، هي دي واحده، فانت كده كده اخرك هتوصل لها. بص هنا على الكربونه دي تلاقي في ديل هنا وفي ديل هنا، يبقى انا اوتوماتيك شغال مع اللي فوق لان دي سي اتش 3 صغننه. طب بص على الكربونه دي هتلاقي طالع منها ديل كده وطالع منها ديل كده، الغي دي برضه تاني عشان انا مش فاهم حاجه. هقول لك واحده واحده، انا همشي في التفرعات، همشي واحده واحده، همشي كاني هبص على طريقي كده، كانك بني ادم واقف بتبص على الطريق يمين وشمال. لقيت اليمين ده طريق قصير ما تكملش فيه، خليك في الكبير، ما انت دايما عايز توصل للكبير. فبتبص هنا تلاقي واحده، تلاقي هنا في حاجات كتيره قوي فوق، يبقى الغي طريقك اللي تحت ده وكمل في اللي فوق. حلو كده. طب كلام جميل. تعال نبص على اللي بعديها. وقفت انت هنا كمان في مفترق طرق، ابص يميني الاقي طريق جميل طويل، ابص شمالي الاقي طريق صغير. شكرا. يبقى اختار دايما اللونجست تشين عندي عباره عن ايه. بص بقى تعالى بقى نمسح كل ده عشان نرسم بس ايه اللونجست تشين عندي. هلاقي ان اللونجست تشين عندي كبيره جدا اهي. عد كده كام كربونة. 1 2 3 4 5 6 7. تاني 1 2 3 4 5 6 7. أي طريق تاني مش هتلاقي فيه الطريق ده، فهتلاقي دي اسمها هيبتين. طيب وهنا أي رقم هتلاقي دي خدت 3 وخدت 4، ولما ترقم من العكس هتلاقي دي خدت 3 ودي خدت دي سوري خدت 4 ودي خدت 5. خليك مع الترقيم اللي هو القليل. يبقى أنت عندك 3 4 شرطة داي ميثايل هيبتين. طيب الكومباوند اللي بعده اظن ده بقى انا مش محتاج اسميه يعني، خلاص ده احنا اتريقنا عليه كتير والعمليه والدنيا والحكايه. فده هيبقى 2 برومو شرطه 2 كلورو شرطه 1 1 1 تراي
فلورو ايثان. حلو قوي كده. طيب بص كده، تحس ان هنا في برانشز صح، بس هو مفيش ديل تاني طالع، فاكشولي ده معايا part of our straight chain. فخد الستريت تشين كلها على بعضيها. 1 2 3 4 5 6 ده نورمال هيكسان عادي جدا. ايه ده ايه ده ايه ده، مش متعود انا على الحاجات اللي ما فيهاش برانشز دي. معلش معلش، مره كده من نفسك. تعال امشي في الطريق كده عادي، بص يمينك بص شمالك، مين الكبير؟ يمين، كمل يمين واطلع كده. يبقى خلاص اللونجست تشين عندي خلاص، انا كده تمام. هتدي رقم للقليل، يبقى خلاص في السريع كده بسرعه بسرعه بسرعه، هيبقى 3 ميثايل هيكسان. ده كلام تحفه. طيب تعال نبص كده على اللي بعده. اللي بعده ده يبان لك صعب شويه، بس انت لما تيجي تبص عليه هتلاقيه اتفه مما تتخيل. هنا سي اتش 3 في النص عليها 2، ده ما عنديش اوبشن غير ان انا اكتب السي اتش 3، وهكتب السي اتش 3 كده وتوصلها لي ما بين كربون هنا وكربون هنا. طب وبعدين الكربونه دي هتبقى ماسكه في اتش. طب وبعدين برضو عندك سي اتش 2 between 2 bracket، فهتبقى السي اتش 2 سي اتش 2 وكملها لي بسي اتش 3. نفس الفكره دي، التفرع الاتنين واحد، اختار لك اي واحده فيهم لونجست تشين اهي. التشات مش برانشات، التشات مش برانشات، التشات مش برانشات. طب دول 5 هتبقى 2 ميثايل بنتان. ممتاز جدا جدا جدا. تعال نخش على اللي بعدها وهنلعب نفس اللعبة بالظبط. هنا في تفرع، يعني في 2 برانشز على السيم كربون. نبص على الاتنين واحد، مش فارقة، اعتبر الصغيرة أي واحدة فيهم هي البرانش وأي واحدة هي المين، بس خليك في السلكان يعني في الستريت. طب هنا هتبقى 2 و 3، هنا هتبقى 2 و 3. ندي لمين ال 2 ندي لمين ال 3؟ قال لك احترم شوية الترتيب الألفابيتيكال. يعني لما تعمل 2 بلس 3 هتلاقي هي 3 بلس 2، فأنت رقمت من ناحيتين واحد. لا، احترم الألفابيتيكال أوردر. هتبقى 2 برومو 3 ميثايل. طب ودول كام كربونة؟ 4، تبقى 3 ميثايل بيوتين. طب ده كلام جميل. بص هنا هتحس إن هي نازلة، بس اوريدي ما عنديش برانش تاني، ما عنديش أي برانش تاني في الدنيا، سواء تعديل بس بسيط. هي دي سي اتش 2 مش سي اتش 3. تاخد الستريت تشين كده. طب لما تاخد الستريت تشين كده هتعد، هتبقى 3 ميثايل هيكسين. دي اللي تبان لك معقدة شوية، بس هي أسهل مما تتخيل. إنك هتفك التلاتة كربون دول، هتفكهم يبقى كأنها مكتوبة ورا بعضيهم، فهتاخد اللونجست تشين اهي. عايز اعودك بقى ان انت ازاي تعملها وهي مكربسة على بعضها. عد الكربون، ادي 1 ادي 2 ادي 3 و3 يبقى 6، تبقى دي هيكسين. طب رقم من اللي يديك رقم اقل، لو رقمت من هنا هتبقى دي الكربونة الرابعة، طب لو رقمت من هنا هتبقى دي التانية. خلاص، طالما الارقام اختلفت خلاص، فتبقى 2 و 3، فهتبقى 3 برومو 2 ميثايل هيكسين. طيب نفس الفكرة، انت ما عندكش غير دي، فهتبقى 1 1 داي برومو ايثان. طيب الغلطات اللي بتقع فيها بقى ايه؟ تعال نعملها بقى دلوقتي. ان انت ممكن تكتب لي الاسم ده 1 داي برومو ايثان عادي جدا. طب داي برومو يعني انا عندي 2 برومو، طب انا اديت رقم واحد، فين الرقم بتاع التانية؟ مفيش. هتقولي ما يعني هي تقريبا نفس الكربون. لا، ما انت داي برومو دي ممكن تكتبها لي 1 2 داي برومو ايثان عادي. 1 1 داي برومو ايثان. ما تحطش نفسك في مجال الغلطات دي. لازم تخلي بالك قوي 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 وانت بتكتب الارقام بالذات، وانت بترقم بالذات، لان كل برانش عندي لازم ياخد رقم، لازم ياخد رقم. اوعى تكسل، اوعى تنسى. ان شاء الله تكتب الارقام عند كل واحده، تقول لي والله دي 1 ودي 1، فانا هكتب 1 1. طب لو دي 2 تبقى دي 2 2 عادي، 3 3 اي حاجه. اكتب الرقم على كل واحده فيهم، ما تنساش. كده الحمد لله خلصنا اخر سؤال عندنا في lesson 2 في الاورجانيك. يا رب يكون سهل، يا رب يكون لذيذ. الحمد لله lesson 2 لذيذ، الحمد لله الدنيا سهله. هنبدأ نعلي في المستوى واحدة واحدة كده مع بعض في lesson 3 وبعديها lesson 4 إن شاء الله بإذن الله. أشوفكم دايما يا رب كل lesson على خير. سلام عليكم.